بيبتدي فيلمنا مع بنتين صحاب كيتي وبيكا. بيكا سألتها تصدقي سمعت حكاية عن فيديو مرعب اللي يتفرج عليه بيموت بعد أسبوع، وتخيلي إن بعد ما الفيديو يخلص بيجيلك مكالمة من حد مجهول بيعرفك ميعاد موتك. وقتها كيتي اتخضت وقالت لها فعلا الموضوع ده حصل معايا من أسبوع، كنت في كوخ أنا وواحد صاحبي وحكالي على الفيديو ده، فصممت أشوفه عشان أتأكد ده بجد ولا في شنك. وبعد ما خلص جالنا تليفون، حد بيقول لنا إننا هنموت بعد 7 أيام، بس أنا كبرت دماغي وقلت إنه بيعمل فيا مقلب. إيه ده؟ تصدقي إن النهاردة اليوم السابع وأنا هو زي الفل وما متش؟ وفجأة بدأت تمثل إنها بتفرفر وبتموت، وبتقول لي بيكا الحقيني الحقيني. وقعت على الأرض وبيكا قلبها كان هيقف من الرعب، والمفاجأة إنها كانت بتمثل وبتعمل مقلب في صاحبتها. كيتي قالت لها صحيح أنا اشتريت النهاردة فستان أبيض. بيكا ردت بتهزري، أنا كمان جبت فستان أبيض النهاردة. في اللحظة دي التليفون رن، فخافوا هما الاتنين وقربوا من التليفون بالراحة. بيكا جمدت قلبها وردت، وأول ما سمعت الصوت خافت وقالت لكيتي التليفون ده عشانك. كيتي قالت لها في إيه يا بنتي؟ ألو؟ واتفاجئت إنها مامتها، وبيكا هي اللي عملت فيها المقلب. فضلت تتكلم مع مامتها، وأول ما خلصت المكالمة اتفاجئت بالتلفزيون بيشتغل لوحده. وقتها خافت لأن بيكا سابتها ومشيت، وقربت من التلفزيون وقفلته، وقبل ما تخرج من الأوضة اتفاجئت إنه اشتغل تاني، فاتضايقت وشالت الفيشة خالص. وقتها لمحت خيال خارج من التلفزيون وداخل شقتها، بس حاولت تقنع نفسها إنها بتتوهم عشان ما تخافش. بعد كده دخلت المطبخ واتفاجئت بحد فاتح التلاجة، مشيت بهدوء وقفلت التلاجة وحست تاني إن في حاجة بتتحرك حواليها، كأن في شبح هي مش شايفاه، فطلعت تتسحب بهدوء على السلم عشان تشوف لو حد مستخبي فوق وعامل فيها مقلب. وأول ما طلعت اتفاجئت بمية بتنقط من سقف أوضة، فمشيت على طراطيف صوابعها لحد الباب وفتحته، لقت التلفزيون شغال وشبح خارج منه هجم عليها. تاني يوم بنشوف طفل اسمه أندي قاعد في الفصل لوحده بيرسم ويشخبط، والمدرسة كانت سايباه يعمل اللي هو عايزه. في الوقت ده وصلت مامته ريتشل عشان تاخده، وقبل ما تمشي المدرسة قالت لها عايزاكي في موضوع. ريتشل سألتها في ايه قلقتيني؟ قالت لها أندي راسم كيتي بنت عمته وهي بتموت. مامته ردت ده عادي، أندي كان بيحب كيتي جدا وبيعتبرها أختها الكبيرة وطبيعي يرسمها. المدرسة قالت لها لا انت مش فاهمة، الرسومات دي رسمها من أسبوع قبل ما كيتي تموت، والمخعف إنه رسمها بنفس الشكل اللي ماتت بيه، كأن أندي كان عارف إن كيتي هتموت. ريتشل خافت وقالت لها مفيش الكلام ده، وإياكي تقولي اللي قلتيه ده، انت سامعة؟ بعد كده ريتشل وأندي رجعوا بيتهم، وهي بتنيمه قال لها كيتي كانت قايلالي هتموت امتى. مامته قالت له ميعاد موتها ايه يا ابني؟ انت بس مصدوم عشانها، ما تقولش الكلام ده تاني، مفيش حد عارف هيموت امتى، يلا نام عشان نلحق الجنازة بكرة. وفعلا تاني يوم راحت هي وابنها الجنازة، وريتشل كانت بتواسي مامة كيتي اللي قالت لها على انفراد الدكتور بيقول سكتة قلبية، بس أنا مش مصدقة، بنت عندها 16 سنة تموت كده؟ في سبب غامض يا ريتشل أنا مش فاهماه، وعايزاكي تسألي صحابها وتحاولي تفهمي. وفعلا ريتشل طلعت سألت صحاب كيتي، فبيقولوا لها مش عارفين، بس بيكا صاحبتها دخلت المصحة بعد الحادثة، والناس بيقولوا إنها اتجنت. في اللحظة دي دخل شاب وقال لها كيتي ماتت بسبب شريط فيديو شافته، وصاحبها اللي شاف معاها مات هو كمان في نفس الوقت، والناس قالوا إنه انتحر. في نفس الوقت أندي دخل بيت كيتي ودخل نفس الأوضة اللي كان فيها مية وكيتي ماتت فيها، وكان باصص للتلفزيون بتركيز وماشي ناحيته كأنه حاسس بحاجة مش طبيعية. وقتها مامته جت وقالت له مالك يا حبيبي واقف كده ليه؟ بس ما ردش وسابها وخرج. بعد كده بدأت تدور في حاجات كيتي عشان توصل لدليل، ولاحظت إنها مشخبطة على وشوش البنات اللي في المجلة، ولقت كارت استلام صور بتاريخ بكرة، فخدته عشان تستلم هي الصور. تاني يوم استلمتهم ولقيتهم صور عادية، بس في صورة وشوشهم فيها مشوشة، فخدت بعضها وراحت للكوخ اللي كانوا فيه وقت ما شافوا الفيديو. قابلت صاحب الكوخ وورت له صورة كيتي وحبيبها، فقال لها أيوة كانوا هنا من أسبوع ومشيتهم عشان ما دفعوش، وكمان كانوا مشغلين الفيديو ده بصوت عالي وعاملين دوشة. وقتها ريتشل فهمت إن ده الشريط الملعون، وقالت له أنا هحجز الكوخ ده، وخدت الشريط عشان تشوفه. دخلت وشغلت الفيديو ولقت مشاهد ملهاش علاقة ببعض، بير، مية، ست بتسرح شعرها وبعدين بترمي نفسها، ومسمار بيدخل في ضافر، وشجرة بتتحرق، وسلم، ودبانة، وحشرة 44. وأول ما الفيديو خلص التليفون رن، ردت وهي خايفة، لقت طفلة بتقول لها هتموتي كمان 7 أيام. فخافت ريتشل جدا واتأكدت إن ده الشريط الملعون، ولازم تعرف أصل الحكاية قبل ما ال7 أيام يخلصوا وإلا هتموت. بيبدأ أول يوم للعنة، وبتقابل طليقها نوح وبتحكي له
فقال لها بلاش هبل يا ريتشل، حد يموت عشان فيديو؟ هاتيه أنا هشوفه بنفسي، أكيد حد عامله عشان يخوف الناس. وفعلا شغله، وريتشل خافت وطلعت البلكونة. وبعد ما خلص التليفون رن كالعادة. وقتها ريتشل اترعبت وخافت ترد عشان حست إن الطفلة هتبلغه بميعاد موته، وما ردتش خالص. بعد كده نوح قال لها عايزك تعملي لي نسخة من الشريط عشان أحلله وأعرف أصله. بعد كده بنشوف ريتشل في الشغل قاعدة بتشوف الفيديو على الجهاز اللي عندها، وهي بتتفرج خدت بالها من دبانة ماشية على الشاشة، وكانت فاكراها دبانة حقيقية، بس لما لمستها فهمت إنها جزء من الفيديو. ندخل على اليوم التاني، وريتشل راحت لنوح وادت له النسحة وقالت له إن الجهاز اداها أرقام ملخبطة. فقال لها يعني إيه؟ أول مرة أشوف كده، الأرقام دي هي بصمات الفيديو، ولازم كل فيديو يكون ليه بصمة. في حاجة مش مفهومة. فتحوا الفيديو وركزوا فيه، ونوح لاحظ لقطة فيها مراية وقال لها المفروض الكاميرا تبان في المراية دي، وقال لها أنا حاسس إن في شبح هو اللي مصور الفيديو ده. في الوقت ده زميلتها دخلت فخدت الشريط وسكتت، ونوح سألها راحة فين؟ قالت له مش عايزة حد يشوفه والموضوع يفضل سر، وقالت له إنها بكرة هتروح لبيكا في المصحة. وفعلا تاني يوم راحت المصحة وقعدت مع بيكا وسألتها تعرفي إيه عن الشريط اللي كيتي شافته؟ بس بيكا كانت ساكتة من الصدمة. ريتشل قالت لها يا بنتي ردي، قولي أي حاجة. وأخيرا بيكا ردت وقالت لها عايزة أقولك حاجة، ومسكت إيدها وقالت لها فاضلك 4 أيام وتموتي. فخافت منها ومشيت. بعد كده ريتشل راحت مطبعة عشان تطبع صور من الفيديو، وطلبت من العاملة تمشي عشان محدش يشوفه. شغلت الفيديو وخدت بالها من صورة المنارة وطبعتها، وكملت لحد مشهد الدبانة وشكت إنها حقيقية. حاولت تمسكها واتفاجئت إنها فعلا حقيقية، بس مناخيرها نزف الدم وهي مش حاسة. العاملة جت وقالت لها إن في دم على وشها، فمسحته وخدت صورة المنارة ومشيت. بندخل يوم الحد اللي هو الرابع للعنة، وريتشل قاعدة في مكتبة بتبحث عن المنارة دي فين، وفعلا لقت واحدة زيها في جزيرة اسمها موسكو آيلاند. فبحثت عن الجزيرة وشافت ستات واقفين قدام المنارة، ولما ركزت خدت بالها إن واحدة فيهم هي الست اللي في الفيديو بتسرح شعرها، واسمها آنا مورغان. وعلى طول بحثت عن اسمها عشان تعرف أكتر، وفهمت إنها كانت مدربة خيول وانتحرت. والمشهد ده كان في الفيديو، وهنا اتأكدت إن الست بي هي المفتاح، وفضلت تبحث وعرفت إنها كانت بتشوف هلاوس قبل ما تموت. بعد كده رجعت بيتها وكلمت صاحبتها وقالت لها خلي أندي عندك يومين عشان مسافرة، وبتصب مية وهي بتتكلم، بس شرقت جامد وما كانتش عارفة تاخد نفسها. فضلت تكح لحد ما حست بحاجة في زورها، سحبتها ولقت خيط طويل طالع من بقها، وفي آخره الشيء اللي قدامكم ده. ولما جت تقفل التليفون لقت مية بتنزل منه. وقتها قلقت على ابنها وراحت تطمن عليه. وهي ماشية في الشقة لقت بنت قاعدة لوحدها وشعرها مغطي وشها، وفجأة البنت مسكت دراعها. وقتها ريتشل صحيت وهي مفزوعة وحمدت ربنا انه حلم، بس لما بصت على ايديها لقت علامة مكان ما البنت مسكتها. وأول حاجة عملتها راحت تشوف ابنها. دخلت الأوضة لقيته بيتفرج على الفيديو الملعون، فشالت الشريط ورميته، بس كان خلاص ابنها شافه. في الوقت ده جالها اتصال، ومن الخوف قفلت السكة، بس الشخص اتصل تاني، فردت وقالت سيبنا في حالنا، عايزة منا ايه؟ المفاجأة انه كان نوح، وبيقول لها في حاجات غريبة بتحصل لي بسبب الفيديو. فقالت له اسكت، ده أندي شاف الفيديو هو كمان، كده احنا التلاتة ملعونين ولازم نحل الموضوع. أنا بكرة مسافرة للجزيرة اللي فيها المنارة. بندخل في اليوم السادس، ونوح قاعد بيتكلم مع أندي عشان يقرب منه لو جراله حاجة، بس أندي مش مهتم وعمال يرسم. في الناحية التانية ريتشل كانت رايحة للميناء عشان تركب السفينة، ونوح راح يودعها واداها رسمة أندي رسمها وطلب يوصلها لها. وفعلا خدت الورقة وركبت السفينة، وأول ما وصلت راحت لبيت آنا مورغان، ولقت جوزها جيمس مورغان واقف قدام البيت. فقال لها عايزة إيه؟ جاية تشتري حصنة؟ قالت له أيوة، قول لي الأنواع اللي عندك. واضطرت تكذب عشان تسحب منه معلومة، وفضلت تتكلم معاه ودخلت البيت وركزت في كل حاجة. وقتها اتفاجئت بنفس المراية اللي في الفيديو، فملامحها اتغيرت بس دارت، وقالت له هي زوجتك فين؟ قال لها ماتت من زمان. وريت له الشريط وسألته لو يعرفه، فقال لها معرفش ايه ده، أول مرة أشوفه، يلا مع السلامة. طلعت وقفت قدام البيت ومعاها رسمة أندي، واتفاجئت إن ابنها راسم نفس البيت بكل تفاصيله، واتصدمت وما فهمتش عمل كده ازاي. اتصلت عليه وقالت له رسمت دي ازاي؟
فقال لها في بنت طلبت مني أرسمها وشكلها يخوف وعايشة في مكان ضلمة. قالت له يا نهار أبيض، اقفل يا أندي اقفل. وبما إنها هناك راحت لجارة آنا وسألتها، فقالت لها آنا كان نفسها تخلف جدا بس ما حصلش، فاتبنت بنت اسمها سمارة بس ما كانتش طبيعية. أول ما جات القرية كل يوم يحصل مصيبة، حتى جيمس وآنا شافوا حاجات وحشة. ولما الموضوع زاد آنا تعبت، فنصحتها تاخد سمارة ويروحوا المصحة، وفعلا دخلوا، بس آنا ما انتحرتش وماتت. وقتها ريتشل سابتها وراحت بيت جيمس ودخلت تتسحب وتدور على دليل. وقفت قدام المراية ولقت تحت صندوق بدأت تقلب فيه، وفجأة حشرة أم44 ظهرت قدامها زي الفيديو، وعينيها جت على جهاز الفيديو ولقت شريط فتشغله، ولقت فيديو لسمارة وهي محبوسة في المصحة وما بتنامش خالص، والدكتور بيعمل معاها مقابلة وبتطلب تشوف مامتها، بس الدكتور قال لها شوفي باباكي جيمس. فقالت له لأ ما بحبوش، ده بيحب الحصنة أكتر مني وحاول يتخلص مني. نتفاجئ بجيمس واقف وراها وقرر ينهي حياته. طلع فوق وريتشل وراه وسألته سمارة فين؟ عملت فيها ايه؟ جيمس مردش وقال لها الموت أحلى بكتير، وعلق في رقبته سلك وقعد في بانيو مية وكهرب نفسه. ريتشل صوتت فجه نوح يطمنها وفضل معاها لحد ما هديت. بعد كده دخلوا الاسطبل الخيل ولقيوا سلم طويل زي الفيديو، وطلعوا لقيوا أوضة سمارة. وهم بيدوروا لاحظوا حاجة تحت ورق الحائط، شالوه ولقيوا رسمة شجرة محروقة زي الفيديو بالظبط. ريتشل قالت له أنا شفت شجرة زي دي جوه الكوخ اللي شفت فيه الفيديو. فقال لها يلا على هناك، فاضلك يوم واحد وتموتي. وفعلا دخلوا في اليوم السابع ووصلوا للكوخ وفضلوا يدوروا بس ما لقوش حاجة، واليوم خلص وهم مش عارفين يعملوا ايه. وقتها ريتشل استسلمت، فنوح اتعصب وكسر فازة بيلي، ولما ركزوا لقوا البلي بيتجمع في مكان معين. شالوا السجادة ولقوا خشب مختلف. نوح خد البلطة وكسر الأرضية، واتفاجئوا إن تحتها البير اللي في الفيديو، ففتحوا الغطا وبصوا جواه. وقتها التلفزيون بدأ ينور ويطفي وفي مية خارجة منه، وفجأة وقع على ريتشل وزقها وقعت جوه البير. بعد شوية فاقت لقت نفسها في مية ونادت على نوح، فرد وقال لها ما تخافيش هطلعك. وبدأت تدور ولاحظت ضوافر على الجدار كأن حد كان محبوس وحاول يخرج. وهي بتبص في المية لقت شعر، وفجأة ايد سحبتها جوه رؤية في الماضي. شافت ذكريات سمارة وهي واقفة قدام البير. وقتها مامتها آنا جت وراها وطمنتها، وفجأة خنقتها بكيس بلاستيك ورمتها جوه البير وقفلت عليها. رجعنا للحاضر وريتشل ماسكة جثة سمارة وكانت لسه كويسة، وفجأة اتحولت لهيكل عظمي. وقتها نوح ندلها وقال لها الشمس غابت واليوم خلص، لازم نحل اللعنة. وتقريبا كده ريتشل حرارة روحها. بعد كده الشرطة جت وطلعوا ريتشل، ونوح قعد يواسيها وقال لها خلاص نجحنا. هو لو حد وقع في بير كده يعيش كام يوم؟ قالت له 7 أيام، وهي دي المدة اللي بنموت فيها عشان سمارة كانت عايزة تنتقم وتقتل الناس زي ما ماتت. بعد كده نوح رجع بيته وريتشل رجعت بيتها. وتاني يوم أندي صحي وسأل مامته إيه اللي حصل لسمارة؟ قالت له خلاص أنا حررتها. المخيف بقى أندي قال لها ليه عملتي كده؟ واتفاجئت إن إيده عليها نفس آثار الإيد اللي في الحلم، ومناخيره نزفت. تاني يوم بنشوف نوح في شغله والتلفزيون اشتغل لوحده وحاول يطفيه بس ما اشتغلش، والفيديو اشتغل ولقى صورة البير. وقتها ريتشل بتحاول تكلمه تبلغه باللي حصل، بس هو ما كانش معاها. بعد كده لقي سمارة بتخرج من البير في الشاشة وبتقرب منه، ونوح مستني يشوف هتعمل ايه، بس هي خرجت فعلا من شاشة التلفزيون. دخلت لنوح وهو اتفزع ووقع لورا من الخوف وأعصابه ثابت. وقفت قدامه وبصت له وفجأة خدت روحه. في اللحظة دي ريتشل وصلت ولقيته قاعد مديها ظهره، وأول ما شافت وشه اتصدمت لقيته جثة، وفهمت إن ده اليوم السابع ليه لأنه شاف الفيديو بعدها بيوم. رجعت بيتها مفزوعة وقالت لأندي خش أوضتك، وحققت الشريط الفيديو وهي بتحرقه. سألت نفسها إزاي أنا عايشة ونوح مات مع إني شفت الفيديو قبله؟ وقتها عينيها جت على النسخة التانية اللي عملتها النوح، وفهمت إنها لما فرجت حد تاني اللعنة اتنقلت منها للشخص ده. نادت على ابنها وقالت له تعال انت اتفرجت واللعنة مسكاك، بس أنا عرفت هلحقك إزاي. ونسحت الفيديو على شريط تاني وهتخلي أندي يفرجه لأي حد عشان اللعنة تتنقل منه للشخص التاني. وبيخلص الفيلم على كده.